هدفنا ان احنا ما نبقاش بنعمل بيزنس وبعد كام يوم نقفله، بعد شهر نزهق، بعد نقول لا والله اصل احنا فتحنا وما وصلناش لحاجه. لا، انت اهتميت باجزاء وما اهتمتش باجزاء تانيه. احنا قلنا ان في عندنا 4 ادارات مهمين لازم ان احنا نشتغل فيهم. ترتيبهم بالمناسبه درجه اهميته ليها علاقه بان انت هتقدر تشتغل ايه الاول، مش درجه اهميته بان هو اداره اهم من اداره، بالعكس هي عباره عن دايره، حلقه كلهم بيسمعوا بعض. الناس بتبقى فاهمه ان هي دي حاجه بتتعمل وخلصنا. لا، الادارات الاربعه دولت المفروض ان هم يتعاملوا مع بعض فيري كلوزلي بطريقه مباشره وبشكل مفتوح لابعد الدرجات. خلينا نتكلم مثلا دلوقتي عن الاداره بتاعه التسويق. جماعه بتوع التسويق الناس فاهمهم غلط، جماعه فاهمين يعني دايما في ناس عندها خلطه ما بين الاداره بتاعه التسويق واداره المبيعات. لا، جماعه بتوع التسويق ده مسوق، يعني ده في منتج، المنتج ده هو بيحاول يطلع لك مميزاته وبيحاول ان هو يبقى بيخاطب الفئه المستهدفه او الجمهور بتاع حضرتك اللي انت محتاج ان انت توصل له، الزباين بتوع حضرتك بتوع المحل، الزباين بتوع الكافيه، الزباين بتوع المنطقه بتاعتك. بيشوف ايه انسب وسيله يقدر ان هو يكلمهم فيها عشان يوصل لك للزبون. طبعا احنا بنحاول ندي معلومات عامه، طبعا التسويق بيعمل حاجات اكبر من كده بكتير، بس احنا بندي معلومات عامه للبيزنس الصغير اللي انت لازم تبقى مهتم. فتسويقك اوعى تخلط بينه وما بين مبيعات، يعني ما ينفعش تيجي تقول لي بتاع التسويق اصل والله احنا ما بعناش النهارده فانا مش هدفع لك الفلوس بتاعتك. لا، هو ما فيش حاجه اسمها كده. هو الراجل بتاع التسويق ده بيقدم خدمه مقابل الاجر اللي هو بياخده. الراجل ده بيحاول ان هو يعرض المنتج بتاعك من اول تصويره لحد ان احنا بننزل لك الصفحات بتاعتك، ننزل البوستات بتاعتك، الطريقه التون اوف فويس اللي احنا بنتكلم بيها مع الناس، طريقه الكوميونيكيشن اللي بنتكلم بيها مع الجمهور بتاعك. هل احنا هنكلمهم شعبي؟ هل احنا هنكلمهم بشكل رسمي؟ هل احنا هنكلمهم شويه لو هم اطفال فبنكلمهم بطريقه طفوليه شويه؟ هل لو احنا بنكلم سيدات؟ هل لو احنا بنكلم رجال؟ فحتى التون اوف فويس، حتى الكونتنت بلان او طريقه المحتوى اللي احنا هنبقى بننزله بعد كده على الصفحات بتاعتنا. فالجماعه بتوع التسويق هم اللي بيساعدونا في الموضوع ده بشكل قوي جدا. هم بيبقوا فاهمين ده وفاهمين ايه الفئه المستهدفه. فمهم جدا ان انت لو هتعمل الموضوع ده بنفسك، او ان انت هتهاير حد فريلانسر، او ان انت هتجيب شركه صغيره تمسك لك الموضوع ده في المرحله الاولى عشان ما يبقاش البادجت عندك شويه، يبقى انت متاكد ان هم بتديهم بريف مظبوط. لازم تشرح لهم منتجك كويس قوي، لازم تفهمهم انت محتاج مين، لازم تفهمهم انت المنيو بتاعتك لو انت مطعم، انت البضائع بتاعتك اسعارها ايه والديسكاونتس بتاعتها اللي تقدر تعملها ايه، العروض اللي تقدر تنفذها لهم شكلها عامل ازاي. فلما الجماعه بتوع التسويق يفهموا بريف قوي او تديهم شرح وافي للمنتجات بتاعتك، صدقني هيعرفوا يعلنوا عنك بشكل ممتاز. اختيارك للشريك التسويقي اللي هيكون موجود معاك هو لا يقل اهميه عن اختيارك لنوع البن اللي انت هتشتغل بيه في الكافيه، لا يقل اهميه عن اختيارك لنوع المنتجات اللي انت هتبقى بتعرضها في المحل بتاعك، لا يقل اهميه عن المكان واللوكيشن بتاع المعرض بتاعك او بتاع الكافيه بتاعك. ثق تماما ان هو ما كانش اكثر منه اهميه كمان. لازم تهتم بالجانب التسويقي بشكل قوي. هدفنا ان احنا ما نبقاش بنعمل بيزنس وبعد كام يوم نقفله، بعد شهر نزهق، بعد نقول لا والله اصل احنا فتحنا وما وصلناش لحاجه، اصل احنا نفذنا وربنا ما كرمناش وقفلنا الموضوع. لا، انت اهتميت باجزاء وما اهتمتش باجزاء تانية. احنا كده اتكلمنا عن التسويق. طبعا الاسئله بتاعتكم تقدروا تبعتوها لنا في اي وقت، الموضوع كبير جدا وهنتكلم فيه باستفاضه، وهيبقى معانا كيسز، هيبقى معانا شركات اشتغلت معانا قبل كده وناس عندهم مشاكل في البيزنس بتاعتهم وبنحاول ان احنا نحلها لهم عن طريق الاداره بتاعت التسويق. انتظرونا المره اللي جايه هنبدا نكلمكم عن المبيعات.